سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسلامة وعافية، وحياكم الله بياكم. صلينا على رسول الله. قد يقول قائل: ما هل المسمري هذا اليوم تيم على حكومة صنعاء أو على أنصار الله؟ ويقول البعض: يا مسمري، شفت أنا بعض التعليقات تقول: يا مسمري المسمري قلب الشريحة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسلامة وعافية، وحياكم الله بياكم. صلينا على رسول الله. قد يقول قائل: ما هل المسمري هذا اليوم تيم على حكومة صنعاء أو على أنصار الله؟ ويقول البعض: يا مسمري، شفت أنا بعض التعليقات تقول: يا مسمري المسمري قلب الشريحة. وما كان المسمري صاحب شريحة يا ملعون الجدف، ولن أكون ما حييت. الباطل باطل والحق حق. إن أصاب شكرناه، وإن أخطأنا دفناه. أي واحد. الموقف الذي يجب أن يعرفها الجميع، صغير وكبير، إن المسمري ضد العدوان ما بقت السماوات والأرض، مش من اليوم. بعضهم يقول: المسمري طابر خامس، المسمري عادك الأول أمس تشكر سلمان يا ملعون الجدث. المسمري قصايده من 2011، وأنا أقول لكم أنهم غرماء، أنهم ضد اليمن، ضد الشعب اليمني، بيحاربوا اليمن أرضا وإنسانا، وأنتم تقولوا شكرا للملك عبد الله من 2011، وأنتم ترفعوا صورة الملك عبد الله، وقد أنا أقول لكم أن هذه الدولة مارقة وأنها خنجر في ظهر اليمن، واليوم تتهم المسمري أنها طبر خامس. ليش؟ لأننا انتقدت أنصار الله ولا حكومة صنعاء. الموضوع لا هو ضد أنصار الله شخصيا، ولا هو ضد الإصلاح شخصيا، ولا ضد المؤتمر شخصيا. الموضوع موضوع أخطأت، نقول لك أنت أخطأت. عليه لعنة الله وعلى والديه لا ما تقوم الساعة من سكت على باطل من الأنصار، من المؤتمر ومن الإصلاح. ولعنة الله على والديه ذي ما يعرف أن ذاك فلان مع حق ولا عمل حق، وقال فلان عمل حق. أنا ما أعرف شيء لا طائفية، ولا أعرف شيء اسمها سلالية، ولا أعرف شيء اسمها يعني عنصرية ولا طبقية. يمني أصبت أنت أصبت، يمني أخطأت أنت أخطأت. نتكلم اليوم، خلنا من موضوع جامع الفردوس. أمس اليوم قف اليوم تحركت في صنعاء وطلبوا هذا صدام اليتيم صاحب الذي بسط على الأرضية هذا حق المسجد، واستدعوا من الداخلية. طبعا قد في قرار من الداخلية وفي قرار من النيابة وقرار من المحكمة، ما حد ضبطهم. وأمس اليوم اصدروا قرار انهم يضبطون الرجال، لكنها مش موجود في صنعاء. وإن شاء الله سمعوا خبر صدام اليتيم والشرفي هذا والشامي والمحطوري هذاك الجاهل يمسكوهم. اليوم نتكلم على موضوع المساجد الأخرى، موضوع الرقص والبرع داخل المساجد. والبعض يقول: ليش يا مسمري كنت تعال كلمنا قبل، كنت تعال يا مسمري حاكنا. وش حاكيك؟ فيديوهات قد أنت شفتهن. المسمري آخر من يتكلم في أي قضية أجلس أنتظر وهذا وصل على رسول الله، لا ما نطلع لا ما نشوف. موضوع المساجد والرقص في المساجد، من أين أتيتم بهذا الشيء؟ ويقول البعض: لا صدق هذا، لا هذا صالة أفراح. لا والله ما هي صالة أفراح. آخر برعة وآخر رقصة على آخر زامن العيسى الليث قبل أسبوع في رحب، وتواصلت مع أهل القرية، أقسم بالله لأني حاسبني الله، من أصحاب القرية أنفسهم، وقلت لهم: يا أخي هل هذا الفيديو عندكم؟ هل هذا؟ قال: إيه نعم هذا الفيديو عندنا المسجد هذا. لأنه بعضهم قال: لا يا مسمري، قال: لا هذا صالة أفراح، وإنما هذا صالة تخزينة وصالة عرس، بس الموكيت نفس حق المساجد. وتواصلنا وقال لي صاحب القرية: نعم يا مسمري هذا المسجد حقنا وهذا الفيديو يثبت. من أين أتيتم بهذا الهمجية؟ من أين أتيتم بهذه القوقاء وهذه المجالة؟ أن تشق البرع ورقصة وزامل ولا سعب وترقص داخل المسجد على البرع وعلى المزمار وعلى الرقص وعلى الزوامل. أين حرمات الله؟ أين حق الله؟ أين يعني حرمة بيوت الله سبحانه وتعالى؟ الموضوع مش موضوع واحد تقول لي موضوع فردي. هذا أصبح شيء شائع، أصبح مصدر فخر أنها بطل وأنها سميخ، من يشغل عيسى وشل البندق ورقص وزومل داخل المساجد. من وين أخذتم هذا القاقة هذا؟ إذا لم يصدر قرار وإذا لم يحاسب هؤلاء الأشخاص فهي بالنسبة لكم عادة وشيء طبيعي، أو يعني شيء مفخرة بالنسبة لكم. ناس يخزنوا يعملوا لهم اجتماعات وخزنوا داخل المسجد بيت الله، يكون له معزة، يكون له قال آخر. الإمام علي بتقول الإمام علي أنه
وليكم وأنه أميركم وأنه سيدكم وهو ولينا وأميرنا وسيدنا كلنا. إيش قال الإمام علي؟ إذا أتيت إلى بيت الله يعني وصليت جعلت الصراط تحت قدمي والجنة عن يميني وجهنم على يساري والموت خلفي، احتراما للصلاة واحتراما للمكان اللي أنا فيه. قال ما قابل الله يوم من الأيام إلا وشمه عطر. الإمام علي في يعني وما حضر المسجد يوم إلا هو متغسل ومتروش ومتطيب، احتراما لبيت الله واحتراما لبيوت الله. هذا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. وأنت ما دخلت المسجد إلا والشمة هانا والبردقان هانا والقات هانا، القات والدلسي والرتمن وغمدان والكمران وحالها مطفحة. من وين جبتوا بهذا العادات؟ من وين؟ شوف هذا المسجد، شوف هذا المسجد، بعدين نرجع نتكلم. شوف يا سيدي وبشبنا جند من بين الندى، يا سيدي معك يا ابن النبي مهما حصل، يا سيدي بمهتدى للحق عمره مهتدى يحسب حسابه ما معه الا الفشل، داخل في صاحب معاصر العدا همه يدسس من ما بين العسل كل على مبداه والخوف. هيا وهذا ايش؟ والآن أدي لك مقطع ثاني كيف بيقول لا تصور، والله لو حيصور لا كسر الجوال، يعني خلوني أرقص وابتدع في بيت الله ولا حدا منكم يصور. شوف صاحبك كيف يصلح. سلام يلا اسمع طبعا الرقص المدفع لا صح وهذا مقطع آخر. شوف العزي كيف يبتدع وكيف يرقص. شوف الخبرة كيف يرقصوا. هذا يرضيكم؟ هذا يرضي الله؟ الرقصة هذا يسبقها تخزينة أو إما تخزينة بعد الرقصة والبرع والشقارة والبردقان والقات، وهذا يدخل بدون وضوء وهذا يدخل ورجيلهم ملان بلاوي وهذا يدخل والشربات. هذا اللي بالشربات من وين جبتوا هذا الشيء؟ إذا ما انتقدنا لكم شيء قلنا لكم هذا باطل هذا خطأ، أنت منتظر مني أقول لك أنت على حق وأنت ترقص في بيت من بيوت الله؟ منذ متى أصبح الرقص والأغاني والزومنة والبرع داخل البيت من بيوت الله ثقافة قرآنية؟ هل هذه ثقافة قرآنية؟ والله العظيم ما رأينا إلا الصهاينة في فلسطين، قسما بالله من الصهاينة في فلسطين يرقصوا داخل بيوت الله. وشوف الآن هذا آخر مقطع للبرع والرقصة، هذا آخر مقطع. متى؟ الأسبوع الأول في رحب. شوف على برع ورقصة داخل وصلاة على رسوله كأن الأمر طبيعي. وين الثقافة القرآنية؟ وين المسيرة القرآنية؟ وين الداخلية؟ وين أصحاب الدورات الثقافية؟ عاد شيء يقول على شيء إيمان. إيش من ثقافة وإيش من مسيرة بتعلم الناس إن لم تنكر هذا المنكر، إن لم تقل لفلان أخطأت، هذا خطأ، هذا عمل خطير، هذا عمل جبان، هذا نفاق، هذا ملعنة، هذا لعب. وين إذا لم تخطئ هذا الشخص نفسه متى تخطئه؟ أين الخطأ؟ إلا إذا كنتوا ترون هذا المساجد ما باعتبارها مش مساجد، أو كنتوا تروها مثل مسجد ضرار. كل المساجد إذا كنتوا تروها إنها مش مساجد وأنه يعني يدخلوها وغنوا وابتلعوا، هذا أمر يرجع عليكم. وإن لم تكن كذلك وأنتم تعتبروها بيوت الله سبحانه وتعالى، فيجب عليكم التحرك وأن يجرم كل ما يرقص في داخل بيت من بيوت الله. اتقوا الله ولا تتبعوا سنن القي من قبلكم فيهلككم الله. تذكروا الإمبراطوريات مش قدك ما أسجد الأمور طيبة، مش قد المشرفين بكل مكان والمقاتلين في كل مكان والناس كلها تدي الصرخة لا تأخذكم العزة بالإثم. راحت الدولة العثمانية 700 سنة، راحت الدولة العباسية
راحوا التتار والمغول، ذي كان دخل بغداد وسلمت لها الشام من هيبتهم. لا تأخذكم العزة بالإثم. أصاب فلان قولوا أصبت، أخطأ قلتوا أخطأت، واتقوا الله. اليوم معك قدوة لغيرك. أمس ذي كانوا أمس في القصور، اليوم هاربين، وأنتم كنتوا أمس في الجروف، اليوم في القصور. تتغير. إياكم والظلم، إياكم والظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. اتقوا الله، قولوا أصبت، قولوا لنا أخطأت، علشان ما يجي يوم من الأيام تصبحوا مثلي قبلكم. والسلام. سلام الله عليكم، صلينا على رسول الله. هذا الفيديو من عنقي إلى أعناقكم، هذا الذي أقدر عليه. أنا علي أوصل وأبين وأشرح، وأنتم عليكم أنكم ما تخلوا الفيديو يقر مكانه حتى يصل إلى الجهات المعنية، إن بقى هناك جهات معنية. المقطع هذا رسالة إلى عبد الملك الحوثي، رسالة إلى المجلس السياسي، رسالة للمشاط، رسالة لحسين العزي، رسالة لمحمد علي، رسالة لمحمد البخيتي، رسالة للخبرة كامل، العجري، محمد عبد السلام، القيادة حقهم كاملة. سجلنا قبل سنة من اليوم على مسجد الفردوس، ولا من سمع ولا من أوحى. أسجل لكم والعبرة ماسكتني هنا، والشاهد الله أن العبرة ماسكة هنا. مسجد الفردوس ثاني أكبر مسجد في الجمهورية، يسع أكثر من 25,000 مصلي. تمام. مجمع كامل، مستشفى حقها المخطط، مستشفى ومؤسسة خيرية ومختبر ومراكز تحفيظ ومراكز علمية إلى آخره. قبل سنة قلنا لكم أصحابكم انبسطوا عليه. قبل سنة قلنا لكم أغلقوا مسجد النساء في الدور الثالث والدور الأرضي، أغلقوا مسجد النساء وطردوهن وخرجوهن للشارع، ولا من سمع ولا من درى. أغلقوا مركز التحفيظ حق النساء وطردوا النسوان، ذي هو العياني، فهد العياني وأحمد مطهر الشامي، وخرجوا النسوان للخارج، ولا حد سمع ولا حد يعني أوحى. مؤسسة أنهار الفردوس التنموية الخيرية حولها المشرف إبراهيم الشرفي مع المختبر، المؤسسة مع المختبر، حولها إبراهيم الشرفي المشرف إلى سكن خاص له ولأخته، ولا من سمع ولا من درى. يا أخي لا يقولك عنا كذابين، زوروا المكان. يا حسين العزي، يا محمد علي، يا خبرة، أنا بطرح لكم بالأدلة ومقاطع قبل وبعد. إبراهيم الشرفي هذا حول مؤسسة أنهار الفردوس الخيرية والتنموية مع المختبر الخيري اللي كانوا يفحصوا الناس بلاش. مختبر خيري ليش؟ لسكن خاص له وقته. تحاكينا، ما حدا تكلم، انتحلوا صفة المؤسسة واسمها، ولا حدا تكلم ولا حدا تحاكى. بسطوا على أرض المسجد وعلى السرح كامل، ولا حدا تحاكى. زوروا وانتحلوا الاسم المؤسسة الخيرية هذا حق الفردوس،
وباعوا الأرض أو أجروا الأرض، ذي هم أحمد مطهر الشامي والعياني، فهد العياني، وأجروها لصدام اليتيم لمدة 3 سنة ب5 مليون رشوة أداها صدام اليتيم، ولا من سمع ولا من تحاكى ولا من درى. هل لو كانت هذه الكنيسة يا جماعة الخير أنتم حرصوا السفارة الأمريكية على من بتضحك؟ من ذي حارس السفارة الأمريكية لليوم والسفارة البريطانية والسفارة السعودية والسفارة الفرنسية؟ الكنائس الموجودة ذي في عدن ما حدا مسن. لو كانت كنيسة هذا المسجد أحد منكم ما يجرع قسما بالله ما حدا منكم لا تحرسوها وتحرسوا الصلبان، وهذا عمل جيد تحرسوا كل دور العبادة مسيحية ولا إسلامية. لكن من يعني يستمد هؤلاء المشرفين وهؤلاء البقاة قوتهم أنهم يسطوا على مساجد الله. مسجد الفردوس ذي في سعوان، شوفوا هذا المقطع من قبل للمسجد، شوفوا كيف كان المسجد وكيف كان يؤم بالمصلين، وزوروها اليوم. إذا لقيتوا حتى 5% مصلين مثل ما كانوا فاحلقوا ذولا. شوفوا المسجد هذا هو. تشغله بنفسه من أراد لليمن تدميرا وخرابا وسوءا وأذية ومكرا تردد كيده في نحره. اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت، نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم، فاكفناهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا عزيز، احقن دماءنا ألف. ثم الآن شوفوا المقطع هذا للنساء، بعد ما طردوا النساء وأغلقوا مراكز التحفيظ وأغلقوا المسجد الخاص بالنساء وأغلقوا المختبر وأغلقوا المؤسسة الخيرية، شوفوا كيف كان يصلي النسوان التراويح فيه. ما تلقش ولا مسجد في الجمهورية أو حتى في الوطن العربي يصلين النساء هكذا. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شفتوا المسجد كيف كان النسوان يصلين؟ تخيل هذا الأرض كاملة، الأرض هذه كاملة بسط عليها صدام اليتيم بإشراف من؟ بإشراف فهد العياني، بضغط من؟ وبتوقيع من؟ أحمد مطهر الشامي المشرف. ولا من سمع ولا من درى. شوف هذا الأرض كيف بسطوا عليها. هذا من قدام من الأمام، هذا من الأمام. وأيضا شوف من الخلف كيف قد دمروا السور كامل ودمروا البوابات ال3، وشوف كيف بسطوا عليها. شوف ولا من سمع ولا من درى ولا من يخاف الله ولا من يراجعهم ولا شيء. شوف كيف يا عباد الله، كيف يا عباد الله؟ عاد شيء إسلام، عاد شيء دين، عاد شيء. وين المسيرة؟ وين عبد الملك؟ وين الخبرة؟ وين أشقرته في الملازم؟ تعبنا شحبنا الموضوع هذا لا سنة. ويش كل يوم الآن يبكروا من فجور يشتغلوا،
ومن الحارس حق هذا صدام اليتيم؟ ذي بيحرس العمال حقه بالسلاح المحطوري، إبراهيم المحطوري، مدير قسم الشرطة بشرطة الوحدة في سعوان، واحد جاهل كان له صايع ضايع ما حد داري وينه، ولوه مدير الشرطة، عادوا جاهل سعديه جاهل تمام، ويدي لك 10 15 مسلح بالقعاشات والجعب والتخزينة بزلط من صدام اليتيم، وحرسوا لك المكان وخلوا ادوا الشيولات ودوا هذا، وحري هذه ما تحر، في غياب تام للسلطات، ولا من سمع ولا من درى، رغم ان هناك يعني النائب العام اصدر بيان، القاضي جاء قبل يومين ومنعوا القاضي انه حتى يزور المسجد، القاضي نفسه منهم هذا الجهال المسلحين قالوا ممنوع، لازم ما تدي امر من ابراهيم المحطوري الجاهل. صدام اليتيم يدي لها قروش وهو عليه يدي لها مسلحين من شرطة سعوان او قسم الوحدة، وجو يشرفوا على المكان وخيموا وخزنوا وخلوا الناس يحفروا. تخيلوا قد حفر بدروم واليوم قد بيصب القواعد، وينه؟ بالصرح حق المسجد، ذي كانت تصلي بآلاف النساء وآلاف الرجال في قياد تام، في هناك امر من الداخلية، في هناك امر من وزارة الاشغال، امر بايقافهم وسجنهم ومحاسبتهم، ما حدا تحرك. من يستمد احمد مطهر الشامي قوته؟ من يستمد فهد العياني قوته؟ من استمد صدام اليتيم وبسط على أرض الله وحق الله واعتدى على حرمات الله وعلى بيت الله؟ من يستمد؟ ثاني أكبر مسجد في الجمهورية. وين الإسلام وين الدين؟ خلني أرويكم المسجد هذا الآن وكيف المخطط له وكيف أصبح. خلني أرويكم هذا التصميم حق المسجد. طبعا ما عاد خلوهم يبنوا هذا، ما عاد خلوهم يبنوه من يوم ما شاء الله من 4 و5 سنوات ما منعوهم يبنوا المستشفى، والمستشفى هذا كان مخصص مستشفى ومختبر ومؤسسة خيرية ومطبخ خاص وفرن للمساكين، هذا كلهم تم إغلاقهن. من هنا من عند محول الكهرباء هذا كامل أخذوه. تخيلوا بسطوا على هذا الأرضية كامل مع الصرح، هذا كان يصلون فيها النسوان، مصلى النسوان ولا الرجال في التراويح ولا الجمعة، هذا كله تم البسط عليه. والجهة الغربية الأخرى بسطوا عليها هدم والسور. تخيلوا هذا البوابة كلها هدم، والبوابة هذه كلها هدم، والبوابة كلها والمداخل الرئيسية كلها، والبسط وقع على هذا من هنا لهنا، الشامي والعياني وصدام اليتيم. تخيلوا جالسين ضحكوا لي على الانتقالي بيبسط خارج عدن، أنتم بسطوا على بيوت الله وعلى حق الله. هذا البوابة تمام، هذا هو، هذا قدام، هذا شوفوا على ايش بسطوا، هذا قدام المسجد، شفتوا كيف هدم والبوابة كاملة، هدم والبوابة كاملة ولا من سمع ولا من درى. هذا البوابة كاملة ذي بسطوا عليها بيت الله. اليوم الصرح، بكرة والله معذر ما يهدوا المآذن كلها ومعذر ما يهدوا القبب. هذا ثاني أكبر مسجد في الجمهورية يا عباد الله. كنت أشتي أختم لكنها شوفوا، ذكرت الآن أنه رئيس الجني هذا أحمد مطهر الشامي وفهد العياني طردوا البنات حق تحفيظ القرآن والنساء من داخل المسجد، ولا حد الآن من السنة الأولى لليوم ممنوع أي بنية تحضر للصلاة ولا لتحفيظ القرآن الكريم. شوفوا المقطع حق البنات هذول ينطردوهم من المسجد، الشامي أحمد مطهر والعياني. شوفوا المقطع. أنا ما بشمعي الناس كلمة، رويناكم الفيديوهات ورويناكم الأدلة ودينا لكم الأسامي، ما عباقش حاجة يا أما وضبطوا هذولا، ذي هو الشامي والعياني واليتيم والمحطوري هذولا تمام من بني حسب الله، يا أما وضبطوا هم يقولوا لنا يا أخي إيش المشروع حق التدمير المنهج المساجد والرقص والبرع داخل المساجد، كلمونا بالواقع وصلى الله وسلم، قلتكم ماسكين البلاد. المسيرة هذا المسيرة القرآنية، إن كانت المسيرة فوضحتوا لنا، وإن لم تكن المسيرة هكذا ولم تقول الملازم هكذا فتحركوا ضد هؤلاء. إيش ينقصكم؟ والمشكلة والكارثة ما تلقى واحد من أتباع أنصار الله يتكلم على هذا المواضيع. خلاص كل واحد عمل فيه لك فيه يعني لا نتكلمش، أي علشان العطوان مسجد
مسجد داخل صنعاء، ما أشوف الحدود ولا في منبه ولا في الرقو، مسجد داخل صنعاء. إذا لم تتحرك من داعي تتحرك، لا تسكتش على مظلمة. الناس ما بيضحوا شو ولا بيطرحوا الجماجم علشان يجي هذا أحمد طهر الشامي والعياني يبسط على أرضية مسجد وشلها، ولا إبراهيم الشرفي يدي أخته من القرية وأخذ المبنى حق المؤسسة وخلى سكن خاص له وأخته ومرته وعياله. ما يضحوش الناس بالجماجم علشان يغلقوا مسجد النساء في الدور الثالث وخلها له كنده يزوموا ويرقصوا ويبتلعوا يومين على صوت الليث. عيب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا هانا وقطة في خبر، بكروا الصبح. أنا ما مش أتكلم شيء كذا كلام على الفاضي، بكروا بكرة لا سعوان وشوفوا المسجد وشوفوا الأرض بسطوا عليها وشوفوا السكن الخاص دي حوله إبراهيم الشرفي له وأخته وشوفوا اللوكندة دي في الدور الثاني كيف عملوها. هذا المسجد كان يصلي فيه 25,000 وكان يخرج أكثر من 1000 حافظ القرآن سنويا. زوروا المسجد ولنا خبر ثاني.